السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعلكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. مشترياتي كده من السوق، بشتريها كده كل فترة طويلة. يا رب ان شاء الله تعجبكم كده، وهقول لكم على الاسعار. يا ريت تكملوا معايا الفيديو لحد الاخر. في غدوة حلوة جدا سهلة وبسيطة، ان شاء الله تعجبكم. وربنا يا رب كده يعني يوسع رزقكم كده ان شاء الله باذن الله، ويطرح في بيوتكم البركة. تمام. بقول لكم هنا باي باي. بصوا جايه من السوق بقى ايه، جايه على اخري مش قادره. الحمد لله، اللهم لك الحمد يعني. احب كده يعني ايه انزل السوق كده يعني كل فتره، بس ايه اجيب الحاجات اللي انا محتاجاها كلها اللي اقدر اقعد عليها ممكن فتره طويله. يعني انا من يوم فيديو السمك ما نزلتش السوق لو فاكرينه. كان مثلا من كام اسبوع كده. المهم يعني جبت ايه، جبت بطاطس. البطاطس كلها سعر موحد في السوق. الكيلو ونص ب10. دي حلوه قوي من نقطه حمراء. تمام. جبت 6 كيلو كده يقعدوا معايا حبة حلوين. الولاد بقى يحمروا ساعات، انا اعمل صينية بطاطس، وصفة بطاطس بتبقى تمام ماشي. المشكلة بقى في البصل. البصل هو اللي سافر. البصل ب10 جنيه الكيلو، والكيلو وربع ب10، والكيلو ونص ب10. الكيلو ونص ب10 ده اللي هو الصغير الأحمر. لكن وفي أحمر كيلو ب10، وفي أحمر كيلو وربع ب10. تمام. لكن الابيض الكيلو ب10 ما فيهوش جدال، هو ما فيش الا سعر واحد في السوق. فمش عارفه البصل ايه اللي جراله. المهم الليمون في الكيلو ب10، وفي الكيلو ب12. تمام. برضك الليمون سعره غلا يعني عالي برضو. ايه تاني جبنا؟ ايه تاني؟ هنحط هنا الاول الليمون كده، بحط له مناديل في العلبه، بغطيه في مناديل بيفضل معايا فتره طويله جدا. واللي بيتبقى بحطه في مناديل برضو. تمام. او عندك قطعة قماشة لو استهلاكك يعني في المناديل شوية، فعندك لو قطعة قماشة. البروكلي الكيلو ب20، جبت نص ب10. الكرنباية دي كرنبة سلطة ب10 جنيه. كل انواع الفلفل الاخضر، الرومي واللي هو الاسكندراني الطويل ده، واللي هو الحامي آه ده ب12. كله الكيلو ب12، يعني الربع فيه ب3 جنيه. تمام. الفلفل الالوان الكيلو فيه ب20 جنيه. ماشي. كب كيك دي لسه سعرها قديم. الحاجات دي كانت لسه سعرها قديم عند الراجل اللي بجيب منه الحاجات بتاعتي. لسه سعرها قديم. الكب كيك لسه ب15 زي ما هما. والمشابك الدستة ب10 حلوة. والسباتشولا دي ب20 جنيه. الجوافة ب10 جنيه. تمام. زي ما تركوا الفلفل الألوان ب20 جنيه الكيلو. الكمون بقى والحاجات اللي هي الرزات والحاجات دي اسعارها سفرت. تمام. هنبدأ بقى هنا بأول حاجة في الغدو، وهي السلطة. كروسلو معانا ايه، معانا جزرتين متوسطين كده بشرتهم. وانا خرطت الكرنبايه، خدت منها زي قطعة كده قد كفة ايدك، وخرطتها شرايح طويلة. هنحط عليها ايه، هنحط عليها معلقتين مايونيز، وهنحط عليها علبة زبادي صغيرة. تمام. هنحط عليها معلقة سكر كبيرة، رشة من الملح، رشة من الفلفل الأسمر، معلقة كبيرة من الزيت، نص عصرة ليمونة، معلقة كبيرة من الخل، معلقتين كبار من اللبن. تمام. هنحط عليها معلقة ونص كبيرة من العسل. حلوة جدا، مقاديرها سهلة وبسيطة. أول حاجة ابدأي بيها السلطة، لأن بتحطيها في التلاجة بتشرب من الصوص بتاعها، فبتبقى حلوة جدا. تمام. مقاديرها حلوة جدا جدا. وبتنفع مع المشويات او مع السندوتشات الجاهزه. بتبقى برضو حلوه. انا عندي الولاد ما شاء الله لا قوه الا بالله بيحبوها. هنقلب كويس جدا كل المكونات دي لحد لما تختلط كلها ببعض، وبعد كده هغطيها واحطها في التلاجة. تمام. هنبدأ بقى بايه تاني، هنعمل التتبيلة بتاعت الشيش طاووق. هنعمل الشيش طاووق بالخلة، بس انا صراحة ما كانش عندي خلة وما لقيتش وما كانش عندي طاقة ان انا ادور. هشويه في الجريل، بس هيبقى حلو برضو شكله، هيبقى جميل وهيعجبكم جدا. معانا هنا ايه، معانا هنا كزبرة ناشفة، معانا بابريكا، معانا بهارات فراخ، معانا فلفل اسمر، معانا ملح. تمام. معانا توم باودر وبصل باودر. هنحط بقى مع كوباية من الزبادي. ده المقادير الكيلو. التوابل معلقة صغيرة من كل حاجة، والملح بقى حسب اختيارك. ماشي. الزبادي دي هنملى نصها خل، هثبت لكم بس الكاميرا، ايوه كده. هنملى نصها خل، وهنملى نصها زيت. يعني علبة زبادي، ومن نفس علبة الزبادي نصها خل ونصها زيت. تمام. معلقة صلصة. هي كانت اخر حبة يعني، فقلت ايه هعملهم كده بشوية مية،
والدنيا هتبقى تمام يعني. معلقة كبيرة من الثوم. الثوم بيدي شيش طاووق الوراك بالذات تست عالي جدا. هقلب بقى المكونات دي كلها ببعض لحد ما تتجانس كلها مع بعضها. تمام، يبقى الخليط كله كده حلو. وكنت بقى مقطعه الشيش، كنت مقطعاه قطع كأني احطها في الخله. تمام، بس انا ما عنديش خله فهشويها في الجريل وهتعجبكم قوي. هبتدي بقى اتبل كده كل الفراخ كده تمام جدا عشان تشرب من التتبيله وتبقى طعمها حلو. هسيبها بقى في التلاجة ساعه، ساعتين، نص ساعه، حسب ما انت عايزه. هي تتبيله حلوه وملحها مظبوط، اهم حاجه تظبطي ملحها. وتوابلها حلوه جدا وهتديكي تست عالي قوي. خلاص تمام، انا كده ظبطت الدنيا. بصوا احطها بقى في التلاجة زي الفل. تعالوا بقى نقطع الخضار. عبارة عن قرن فلفل كوبي احمر واصفر واحمر واخضر. انا الالوان ساحت معايا على بعضها، يعني فلفل الوان وواحد اخضر. تمام. بصلايه كده متوسط هقطعها برضو مكعبات، هقطع كل مكعبات كاني هعمله في الخله بالظبط. عايزاها تقطع تكون مكعبات كبيرة شوية عشان ما تتهرش منك، ويبقى الخضار كده حلو كده، تاكليه كده مغذي جدا مع مع قطع الفراخ. تمام خلاص زي الفل. تيجي بقى نركنه كده على جنب لحد ما يجي قوينه. هنبتدي هنا بقى عديت كده تقريبا، يعني انا عديت بتاع ساعة الا ربع كده، صراحة ما طولتش. سخنا بقى الجريل كويس جدا، مش هحط فيها اي ماده دهنيه لان انا حاطه زيت في الوراك، ودي وراك بقى اصلا فبتنزل دهون. تمام. بالنسبه للشوايه هي حلوه لو دخلت الفرن، بس من فوق انا يعني ايه مستحبه ليا انا الجريل التيفال، بتبقى يعني ايه يعني احسن من كده. تمام، لكن هي حلوه لو انت هتدخليها الفرن. مش بطاله، دي جريل جرانيت. لا، انا التيفال ريحتني اكتر. تمام، قلبت بقى، خدت خلاص اللون اللي انا حباه. هقلب بقى، قلبت وهبتدي بقى اطلع في الصينيه لحد ما اخلص كل الكميه اللي انا هشويها. تمام. هبتدي بقى انضفها ازاي. بصوا بخليها على النار ما بشيلهاش، وابتدي كده بمعلقه خشب ازيل من كل الحروق دي. بصوا بتتزال بسرعه ازاي. رحت بقى نضفتها وكده، وجبت بقى ايه، كنت خلصت كل الشيش. حطيت هنا شويه بسيط قوي من الزيت. تمام، شوحت يا دوبك تبلته بس كده، وبعد كده هنزل بالقطع الشيش طاووق اللي انا شويتها. هقلب بقى تقليبه كده وهنزل عليهم نص كوبايه ميه سخنه. هي كانت مستويه بس برضك ايه زياده تاكيد. بصوا تمام زي الفل. هغطيها بقى بورق قصدير واسيبها شويه تاخد تدي مع نفسها، وهولع فحمه. بس كده زي الفل. هغطيها بس كده عشان تكمر بس كده، وكنت مولعه حته فحمه، الفحمه ولعت وهي تمام زي الفل استوت. هنزل كده بشويه زيت على الفحمه وهغطي تاني عشان تاخد طعم الشوي كلها من بعض. زي الفل. تعالى بقى نعمل شويه رز بسمتي كده حلوين جدا، من غير ولا بصل ولا توم. هنعملهم كده بشويه توابل مبهرين وطعمهم كان زي العسل كأنك جاي من المطاعم بالظبط. معايا هنا شويه زيت وقطعه من الزبده. هبتدي انزل فيها التوابل. معانا ورق لورا، معانا لومي، معانا عيدان قرفه، معانا المسمار اللي هو القرنفل، معانا حبهان، ورق لورا. تمام كده زي الفل. هبتدي بقى اقلب لحد ما الريحه تطلع. كنت غاسله الرز ومصفيه مش نقعاه، مش بحبه منقوع. في ناس بتنقعه نص ساعه، لا انا مش بحبه. انا بسيبه بغسله واسيبه نص ساعه مغسول بس من غير ما اكون انقعه. تمام. معانا هنا بقى من باب الشاي بهارات الكبسه، لو موجوده عندك موجوده، مش موجوده حطي كركم وكاري زي الفل هيقضي الغرض. معايا ملح. معايا هنا معلقه كاري اعزز اللون شويه، معلقه صغيره مش كتيره، واحط عليهم واحده ماجي. وكنت مسخنه الميه، لازم الميه تبقى مغليه. زي الفل. هقلب بقى لحد ما الرزية كلها سمعتها كده طقطقت، وهنزل بالمية. تاخدي شوية رز مفلفلين حلوين جدا. مقدار الرز البسمتي لكل كوباية كوباية ونص عشان يطلع معاكي مظبوط. لو انت عايزاه طري قوي حطي كوبايتين، لكل كوباية كوبايتين. انا بحط لكل كوباية كوباية ونص. تمام زي الفل. انا كنت عارفة طبعا العيار. هنا خلاص الاكل خلص، والفراخ بصوا بقت جميلة ازاي، ومش عايزة اقولكوا الطعم والريحة كانوا عاملين ازاي. هبتدي بس اخد كده التوابل الصحيحه من على وش الرز عشان ما تضايقش حد، والحبهان نقيته على قد ما اقدر، والباقي قلت لكم خلي ايه، قلت لهم خلي بالكم منه يعني.
بصوا الرز كان بصوا مفلفل ازاي، ما شاء الله زي الفل، كانت ريحته جميلة جدا. هنا بقى غرفت، بصوا بنغرف الطبق ازاي، بنحط كده كمية الرز اللي انت هتاكليها. احنا بنغرف اطباقنا كده خصوصا في المشويات. وهحط بقى قطع الفراخ كده بشوية خضار، جميلة جدا وكانت ريحتها فظيعة. هنحط بقى شوية من الكولسلو، طعمها حلو جدا. بصوا الطبق بيبقى شكله كده، الرز مفلفل، بصوا ما شاء الله لا قوة الا بالله. السلطة جميلة والفراخ كانت مستوية حلوة جدا. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونوش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد، واشوف وشك على الف خير، ومع السلامة، باي باي.